السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا وعدناكم النهارده من معرض المخيرات الأول في مصر ان احنا نستكمل سلسلة اللقاءات على مدار اليوم. طبعا بيشرفني النهارده حد يعني مش عايز اقول لكم تصدر الترند، يعني صاحب الحمامة الطائرة، طبعا عبد الرحمن اسماعيل. حبيبي يا استاذ مجدي، والله المعرض النهارده قابلنا ناس محترمه. فكره المعارض دي فكره جميله جدا، بتشجع الهواة والمربيين ان هم يطوروا من مستوى طيورهم وفي تقدم ان شاء الله باذن الله. حاجه جميله جدا يعني بصراحه. طيب عبد الرحمن، يعني قول لنا ايه رايك بالنسبه لليوم، التنظيم، الحدث، المستويات، هل تطورت في مصر ولا ما تطورتش، ولا انت ايه من وجهه نظرك؟ والله اليوم جميل جدا، وزي ما قلت قابلنا ناس ما شفناهمش بقالنا فتره وبنتعرف على ناس. فكره المعارض يعني فكره تواصل، والهوايه قائمه على الحب والاحترام والادب والاخلاق والهوي، يعني دايما يكون باخلاقه قبل بحمامه، يعني قبل حمامه يكون باخلاقه. بس لا اليوم النهارده جميل بصراحه يعني. طبعا احنا ما ننساش ندعم عبد الرحمن. عبد الرحمن شاب جميل جدا، محترم، قدر يدرب طير. طبعا بندق، يعني سلم لنا على بندق جدا، كابتن بندق. فبصراحه يعني عبد الرحمن يستحق الدعم، وان شاء الله هو وعدنا ان شاء الله يكون في لقاء معاه خاص يعني على انفراد باذن الله. وما تنسوش تدعموا عبد الرحمن على البيدج بتاعتك، اسمها ايه؟ عبد اسماعيل. طيب، وعلى اليوتيوب عشاق الطيور والحيوانات. بالظبط. ما تنساش بقى الفولو والسبسكرايب واللايك وتفعل زر الجرس والاشعارات، وعشان يوصلكم كل حاجه جديده من عند عبد الرحمن. حبيبي يا باشمهندس مجدي، تسلم، الله يعزك. وشكرا لكم جدا.